تعالَ أقول لك إيه أول حاجة تعملها أول ما تشتري عربية استعمال. الخطوات دي لا غنى عنها. أول لمّا تجيب عربية مستعملة، خلّصت فحصك، نقلت ملكيتك، جبت شهادة مخالفاتك، ضبّطت حالك، استلمت عربيتك، إيه أول خطوة تعملها عشان تحافظ على العربية دي، وعشان تحس برضه إن أنت راكب عربية كويسة، وتتفادى كل اللي حصل. يعني إحنا هنقفلوا الصفحة القديمة ونفتحها صفحة جديدة بقى. أنت خلاص أنت واحد لسه راكب العربية، فكل بني آدم بيختلف في مشيه عن التاني ودنيته عن التاني، فأنت بتبدأ إيه تضبطها عليه. أول حاجة السلام عليكم هتروح تضبط العفش. العفشة دي أهم حاجة هتحسسك وأنت ماشي بقيمة العربية. ليه؟ لأن بتفرق معاك في الثبات طبعًا، والأصوات اللي بتطلع في المطبات والكلام ده كله، والدورانات يمين وشمال في الكبالن. فأنت أول حاجة هتعملها هتروح واخد بعضك ورايح لعفشاجي رابط لك العفشة ومشحمها لك وضابط لك الدنيا، وتاخد بعضك وتمشي تطلع على أول مركز فحص تكون أنت إيه في تعامل بينك وما بينه، أو حتى حد تعرفه يكون بيتعامل معاه يكون ثقة. تروح عامل إيه مغيّر السيور كلها، سير التقسيمة، سير الدينامو، كل السيور اللي في الموتور تغيّرها عشان خاطر تبقى أنت عارف أنت غيّرت إمتى، وتبقى أنت كده بتستارت بدل ما حاجة تقطع معاك وأنت لسه بتركب هتقرفك. يعني دي صيانات أساسية. هتروح مغيّر السيور كلها ومدّي الموتور غسلة حلوة ورابط على القواعد بتاعة الموتور، ولو في كاوتش في القواعد عايزة تتغيّر والّا حاجة تغيّرها، يبقى أنت كده ضبطت الدنيا. الخطوة رقم 3 هتاخد بعضك وتطلع على أول بنزينة موبيل تقابلها. هتغيّر زيت المكنة تمام. بعد ما تغيّر زيت المكنة هتشيّك على زيت الفتيس لو عايز يتزوّد والّا حاجة هتزوّده، وتطلع تضبط الزوايا بتاعة العربية. خلّصت كل ده وضبطت الزوايا وضبطت دنيتك كده، أنت فاضل لك حاجة واحدة وهي يعتبر من الأهم. تطلع على أول حد بتاع ريداتير تقابله، تروح منضّف دورة التبريد لو العربية محطوط لها مَيّة حنفية. لو العربية مَيّة خضرا خلاص أنت بغنى عن الموضوع دوّة. لو العربية فيها مَيّة حنفية في ريداتير، أول حاجة هتعملها تروح طالع على أي حد بتاع ريداتير تمام، منضّف دورة التبريد بالكامل وضابطها لك تمام، ومغيّر المَيّة بمَيّة خضرا. يبقى أنت كده راكب عربيتك أكنها زيرو. أنت لمّا بتعمل الخطوات دي أول لمّا تجيب العربية، ده بيريحك قدّام، إن أنت مثلًا هتقعد لك بتاع سنة والّا حاجة مش شاغل بالك بالعربية، لإن ساعات بتبقى فيها عيوب متسلقة، أو ممكن إن أنت تبقى إيه متنازل عن حاجة، فالحاجة دي تفتح حاجة تانية وتلاقي الدنيا إيه فتحت معاك. فأنت الخطوات دي لازم تعملها أول لمّا تشتري عربية استعمال. ده بيفادي معاك قدّام أي مشكلة ممكن تقابلها، وبيريحك قدّام تمام. لو أنت عايز تعرف تفاصيل أكتر عن العربيات، أسعار، مميزات، عيوب، اعمل متابعة عشان يوصلك كل جديد. أنا حسن ناصر، وده محتوى عربيات.